السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الجماعة بتوع حبوب منع الحمل شايفاهم كده بقالهم فترة فاتحين لايفات بيغلطوا في الجيش المصري ورئيس مصر والكلام ده. طيب يا جماعة حبوب منع الحمل، طبعا انتوا عارفين نفسكم وهقول له اسمكم بقى. خلي الكلام ده لحد عنده بلد مش متقسمة، مش حد عنده جيش، حد عنده بلد، حد مش لاجئ، حد مش متلقح في بلد غريب وبياكل وبيشرب من خيرها. تمام يا جماعة حبوب منع الحمل، طلعتوا عيطتوا وصوتوا والحقينا يا مصر ومش الحقينا يا مصر وبعتوا لنا حبوب مش عارفه ايه. احنا بنتفشخ من الدعم السريع، احنا بنتفشخ من من الدعم السريع وبتتفشخوا من الجيش السوداني. انتوا يعني في كلتا الحالتين انتوا مفشوخين، في كلتا الحالتين انتوا مفشوخين من جميع النواحي. بلدكم متقسمه شمال وجنوب وفوق وتحت يعني ما فيش بلد، ما فيش بلد. طالعين تتريقوا على الجيش المصري وان هو قال ايه تابع لاسرائيل، وان هو قال ايه خدام عند اسرائيل وما فيش راجل. تصوروا مصر في دور واحده حامل. يلا يا سوداني يا عره يا زول يا عره يا اللي لبست نقاب، احنا المفروض نورد لكم نقاب وانتوا اكيد بتستوردوا نقاب وعبايات علشان تهربوا من بلدكم. تمام يلا يا زول يا عره يا عره. لا انت لما هربت من بلدك هربت بعبايه وبنقاب، هربت بعبايه ونقاب وسبت الحريم، سبت حريم بيتك وهربت. يا زول يا عره اللي بتخشوا اللايفات لما المصري بيخش يفشخكم بتنزلوه جري من الجست وتفضلوا تضحكوا كأنه اقسم بالله بتضحكوا بحرق جواكم ان المصري فشخكم. ده جست بس، ده طلع في الجست بس ان هو بيفشخكوا في الجست بس. امال لو في الحقيقه بقى تمشوا زي الكلاب واطين راسكم كده، ما انتوا مذلولين، ما انتوا عايشين في ذل. تعالى بقى قول لي يا عسل، الجنوب بتاعك اخباره ايه؟ ها؟ شغلكم مع اسرائيل اخباره ايه؟ ده انتوا ما بتتحركوش من ايام البشير طبعا، حركه اللي باوامر من اسرائيل. ها؟ الدعم السريع اللي انتوا مفروض ان اللي بيفتحوا لايفات منهم خدامين عندهم، خدامين عند اليهود. اليهود حبه، الاتراك حبه، القطريين حبه، اللي مش عارفه ايه الايرانيين حبه، الاسيوبيين حبه. يعني انت كزول تبع الدعم السريع مالكش قرار من دماغك، مفيش اساسا، ما عندكش قرار علشان ما عندكش دماغ علشان تدي قرار. وطبعا احنا عارفين من كسلكم ضيعتوا بلدكم، من الكسل اللي انتوا فيه ضيعتوا بلدكم. كنتوا بتتكسفوا تقوموا تدافعوا عن بلدكم، فعملتوا ايه؟ اول ما عملتم هربتوا بالنقاب والعباية. هم دول جماعة الدعم السريع. هيطلق خروف ملوش اي 30 لازمة يقول لي ايه الجيش بتاعك انبطح في السودان وقبضنا عليهم. تعالى يالا تعالى يالا قول لي اتعمل ايه معاهم بعد كده. يالا تأسفوا ولا لا؟ بتوع الدعم السريع خدامين اليهود تأسفوا لمصر ولا لا؟ الطيارات المجهولة اللي بتخليكم تعيطوا بدل الدموع دم، الطيارات المجهولة. مصر بتضربنا، في طيارات مجهولة بتخش عندنا بتضربنا، هي مصر. يعني مجرد ما شفتوا طيارة مجهولة ترعبتوا، مجرد ما شفتوا طيارة مجهولة ترعبتوا، دخلت فشختكم وطلعت برضه. هتيجي انت بقى يا زول يا اللي مالكش 30 لازمة وهربان بره تعدل علينا او تتريق على الجيش المصري. عارف انت عامل زي ايه؟ لما العايبة بتلهيك وبتجيب اللي فيها فيك. يعني انت واخد دور العايبة. طبعا السودانيين المحترمين اللي بيحبوا بلدنا ما بيتريقوش على جيش بلدي على دماغي، لانهم فيهم ناس محترمة وكويسة.
انما اللي تبع الدعم السريع وبيطلعوا يغلطوا فينا وبيغلطوا في مصر وجيش مصر ورئيس مصر، طبعا انتوا عارفين المصريين بيعملوا فيهم ايه. لو احنا مش مصريين، يعني احنا رعبينكم كده من جست بسيط. لما بنطلع معاكم جست، لما حد بيطلع معاكم جست والله يا ربي والله ما بتعرفوش تردوا على المصري لما بيخش يفشخكم، تنزلوه على طول وتفضلوا تضحكوا ان انتوا ايه، ان انتوا كده كسبتوه، او ان انتوا كده كبستوه. لا، انتوا اترعبتوا منه، والله اترعبتوا منه. يطلع لك زول اهطل يقول لك انا مصري بس كلام السودانيين صح. ما عرفتكش انا كده يالا، ما عرفتكش انا كده، ما عرفتكش انا كده. لسه واخد حبايه منع الحمل وطالع على اللايف بقى انت وهو. خدنا الحبوب، تعالوا نطلع. خلاص لبسنا النقاب، تعالوا نطلع. يلا تعالوا يا جماعه، يلا نعمل شغلنا الجديد. تلقيح زي الحريم على مصر وجيشها. طب خلوا الكلام ده لحد نضيف. مع ان الحمد لله ولله الحمد مفيش انضف من الجيش المصري. شفتوا الاذان؟ يعني الاذان جاي على ذكركم وهبلكم. بفضل الله مفيش خالص دلوقتي جيش احسن من الجيش المصري. واتحدى اي حد فيكم، اتحدى السوري طبعا حبايبنا اللي جيشهم اتنفخ ومش موجود اصلا، اتحدى اللبناني، اتحدى الليبي، اتحدى العراقي. مع ان العراق بتحاول تقوم وجيشها ربنا يحميه، بيحاول يبقى يحمي بلده، بيحاول يقاوم. وان شاء الله ان شاء الله العراق ترجع زي الاول، جيشها يبقى قوي. اتحدى اي حد. هتيجي انت بقى يا زول، يا زول يا قبل ما بتطلع تتكلم على مصر بتبقى واخد حبوب منع الحمل. انت بنفسك مش هقولك على حريمكم، مش هقولك على حريمكم، مع ان حريمكم تبقى معاكم على الجست بتستظرف ويا ريتهم فاهمين. انما بتطلعوا تضحكوا زي الباي بس، والله ما بتبقوا فاهمين حاجه. وتقولوا كلموا واحد عامل نفسه مصري. يا مصري مش هو صح. ما عرفتكش انا كده يالا، ما عرفتكش انا كده يا زول، يا منبطحين، يا اللي مركوبين من كل دول العالم تروحوا اي بلد بتتركبوا. في مصر لما نطقتم وتوسختم رحلناكم زي الكلاب، لانكم تبع اليهود. بتزرعوا مع اليهود في بلدكم، زراعتكم مع اليهود، شغلكم مع اليهود. بتيجي جاي بقى تتكلم على مصر. يلا هي مصر لو مع اليهود هتفضل تقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده غلط في غزة وسوريا ونمنع التوغل لسوريا، انما انتوا عملتوا ايه؟ ما شفناش بيان صغير من الدعم السريع يقول حتى يتكلم كده نص كلمة على اليهود. ما شفناش يعني. ولا اللي بتاخد حبوب منع الحمل وانت طالع اللايف يالا تتكلم على مصر، ولا اللي بتلبس نقاب وعبايه وانت بتهرب يالا. انتوا اغلبكم يالا هربانين بعبايات يالا. جرايه زول اللي مالكش لازمه في العالم، الا ان انت تقعد كده كسلان كده. بلدك ضاعت وكنت نايم، عملتوا الثوره وانتوا نايمين، خربتوا البلد بتاعكم وانتوا نايمين. ايه يالا؟ ده احنا فضلنا عليكم يالا، مغرقكم يالا. يا زول احنا لو عملنا زيكم وحطيناكم في دماغنا وعينكم ما تستاهلوش، قسما بالله هتكرهوا نفسكم اكتر ما انتوا كارهين نفسكم في اللي انتوا فيه. وبرضو اخر كلام هقوله، مع احترامي للسودانيين المحترمين، اللي مش محترمين طبعا انتوا عارفين المصريين بيعملوا فيهم ايه. ولا يا زول اللي تطلع لايف هنبعت لك حبوب منع الحمل وحفاضات وعبايات ونقاب عشان لما تحب تهرب من غير ما حد ياخد باله. السلام عليكم.